حبيب قلبي، تعالى يابا. احنا وصلنا لحالة مزرية قوي مع افلام بيكسار لدرجة ان احيانا بحس اني مش عارف اقول ايه اعبر بيه عن اللي شفته في الفيلم الجديد بتاعهم. لو قلت الفيلم مش وحش يبقى الفيلم حلو، وفي نفس الوقت الفيلم مش حلو، يا دوب نقدر نقول عليه متوسط، والمفروض يحارب عشان يفضل متوسط اصلا. في كمية مشاكل كتير في الفيلم دوت مش عارف الخصهم ازاي، بس اكبرهم يعني ان الفيلم محروق حرفيا شكليا لفظيا وكله. في الاول كده عشان احط الكلام ده على جنب، الفيلم رسوماته حلوة والاداء الصوتي ممتاز والموسيقى جميلة جدا والعالم بتاع الفيلم مليان حياة وكل الحاجات الجميلة ديت. دي الحاجات العادية بتاعت بيكسار وديزني وحاطينها على جنب عشان متوقعينها، واقل من كده هنسقف لهم على افلام، عشان كده هنبقى دخلنا في استعباط. اي حاجة تانية بقى عليها النقد اللي الفيلم يستحقه. على السريع بس حابب انوه ان انا هحرق الفيلم شوية عشان هو كده كده محروق لوحده. بداية الفيلم لذيذة بس بطيئة. بناء الفيلم وشخصيته في الاول مش ماشي سكة ودغري، وماشي اكتر انه بيورينا العالم بتاع الفيلم. نقطة بداية الفيلم مش اقوى حاجة، ومش باين من الفيلم انه مستثمر في نفسه او من البداية، وجايب الناس تتفرج على العالم وفكرة الفيلم في العالم اكتر من القصة بتاعت الفيلم نفسها. كل ما نتقدم كل ما الفيلم هيبقى ممتع اكتر في المشاهدة، بس لاسباب تانية. والدين امبر البنت النارية مهاجرين جداد معرفوش يختلطوا بعالم المانتر اللي قدامهم، وعشان عنصرية قرروا يصنعوا البقعة الخاصة بيهم في المدينة، عالمهم الصغير. إيجابيات الجزئية ديت تعود على القصة والبناء بتاع البنت إنها عايشة طول حياتها في فقاعة ما خرجتش منها. المفروض هنفضل معاها نشوف مغامراتها وهي بتستكشف حياتها وبتبني نفسها وبتستكشف العالم الأكبر اللي حواليها برا عن الفقاعة اللي عايشة فيها. جزئية صغيرة زي ديت بتدينا أمل حلو لبناء وسرد القصة، وعلى كده فالفيلم قدر ينفذ، بس مش أحسن حاجة. مع سلبية فكرة ان الفيلم نفسه محروق ومش قادر يبدع غير في العالم بتاعه اللي برضه له مشاكل خاصة مع الفيلم. الفيلم مش مستقر خالص، رتم الفيلم كل شوية بيتنطط وبنرجع في البناء وبنستكمل في البناء، والإجبار مستمر في بعض المشاهد، ومشاهد تانية هتبقى أحسن من مشاهد تانية. في عدم استقرار كتير في الفيلم. نفس الشخصيات اللي ممكن تكون مزعجة طوال الفيلم ممكن تكون من أفضل الشخصيات في الفيلم في مشاهد معينة، وللأسف ده هيمشي معانا برضو حتى في القصة الرومانسية الغير متزنة اللي الفيلم ده بيوفرها. القصة الرومانسية اللي الفيلم بيقدمها هدفها الأساسي إنها تكون موجودة. رومانسية القصة مش بتبان إنها رومانسية، وأغلبية القصة بتبقى ماشية بإجبار، وعندنا طرف واحد من القصة مزعج. الراجل المية أو ويد هو الطرف التاني في القصة الرومانسية اللي الفيلم بيبتدي بيها، ومن أول ظهور ليه وهو شخصية في قمة الإزعاج. فاغلب الوقت بيتدخل في سرد القصة بإجبار، وبيلعب على بناء أمبر بشكل غير مريح مع بداية القصة الرومانسية الإجبارية بتاعة الفيلم. بيتدخل في شخصية أمبر بشكل مزعج في البناء المزعج اللي محطوط ليه، كأنه بيتحكم فيها في جزء من فكرة الفيلم اللي بتتكلم عن فكرة الاستقلال ومعرفة الذات، أي بمعنى أصح الفيلم هنا بيخبط نفسه في الحيط. امبر شخصية مثيرة في الفيلم بهدف انها مش عارفة هي بتعمل ايه، بس بتحاول وبتجتهد عشان تحقق حلم ذاتها، تعرف هي مين. من هنا متعة الفيلم الحقيقية من ناحية القصة بتبتدي. بس افتكروا ان الفيلم ماشي بشكل غير مستقر، عايز يبين اكبر قدر من العالم بتاعه للمشاهدين، وعايزين نكمل بنائه وقصة الرومانسية المحروقة. للأسف الفيلم بكل مشاكله مليان مشاهد ولحظات وإضافات صغيرة بتخلي الفيلم ممتع، وده بيكون لأوقات صغيرة ومش دايما، زي قصة الهجرة والكفاح بتاعت والدين أمبر. جزء حلو من القصة وبتضيف لشخصيتها وإنها عايزة تجتهد عشان تبقى أفضل مما يمكنها فعله وعشان نظر والديها. كوميديا الموضوع هنا إن أبوها هيفضل مصدعها طول الفيلم بالمحل. المحل يا بنت، المحل ده الحلم، ده المستقبل. بعدين هيجي في آخر الفيلم يقول يا بنت محل ايه اللي يبقى حلم، ده انت الحلم كله. اللي هو رمى المنطق بتاع الفيلم والقصة والشخصية بتاعتها في الزبالة في آخر الفيلم عشان الفيلم يوصل للنهاية بتاعته. حاجات زي ديت مخليها الفيلم رايحة في داهية. حبيبنا يا معلم صباح الفل. مزيد من اللا منطقية هو عنصر العنصرية اللي الفيلم ده بيقدمها، وبيفشل في المقابل انه يبني العالم اللي من اول الفيلم بيحاول يوريهولنا. العنصرية في الفيلم بأي هدف ماشية بشكل لا منطقي. الشجر وظيفته ايه في الفيلم؟ هل هم برضو بيمروا بمشاكل خاصة؟ هل ليهم بيئة معينة؟ في اي حاجة؟ طب السحاب ايه هي البيئة بتاعتهم؟ طب ليه هما بيعنصروا على النار بس؟ طب ليه الراجل ده بيكره الناس المية مخصوص؟ كل ما الفيلم بيستمر بيفتح كمية اسئلة كبيرة ملهاش اي اجوبة جوه الفيلم.
لو الكوميدي برضه في نهاية الفيلم مع امبر وهو بيسمح لها تعمل اللي هي عايزاه، وهو طول الفيلم مش طايق ويد، بعدين فجأة تقبله بشكل لا تلقائي بره الشاشة، كأن الموضوع ما اتبناش جزء منه طول الفيلم شخصية الأب. هو احنا كنا مستنيين منطق ولا حاجة؟ غالبا لأ. ما علينا. في اللا منطقية اللي الفيلم بيعرضها برضه هو العالم اللي المفروض مبني لعناصر العالم اللي هما المية في المقام الأول. ليه عالم الفيلم مجهز بشكل أكبر إنه عالم إنسان بس بتعديلة صغيرة؟ وليه الفيلم لما حط في الحسبان السحاب اللي هو الهواء والشجر اللي هو الأرض، ليه عالم الفيلم برضه مكتسح بالمياه مع إنه في الأصل متصمم على شكل عالم إنساني أكتر من إنه مصمم لعالم عناصر الطبيعة؟ الأسئلة دي قابلة إنها تقتل قصة الفيلم اللي مبنية إن ماسورة مية فرقعت في منطقة سكانها عبارة عن نيران. بس المشهد ده في الفيلم اللي هو هدفه كوميدي على منطقية عالم الفيلم هو اللي دمر فكرة عالم الفيلم كله. ايرونيك، كأننا بنتكلم عن فيلم كارز 2 بس مليان شوية منطق في مشاهد ومشاهد لأ. إضافة أخرى لليه أنا قلت الفيلم دوت إنه غير مستقر. عن كوميديا الفيلم بقى فهو موضوع مش محتاج جدال كبير الصراحة. اغلبه افات ان امبر سخنة، على افات عن لا منطقية الفيلم، على مواقف تتحس انها صممت خصيصا عشان الاطفال تتفرج عليها ومش حاجة عائلية كاملة. واللي خلينا نستمر مرة اخرى مع عدم استقرار الفيلم افكار ومشاكل زي الاكزيستنشال كرايسيس مخلوطة بمشاهد اخرى تتحس انها لجمهور مختلف خالص. تنفيذها حلو بس كأن الفيلم بيتغير في طريقة سرده مع نفسه. اما النهاية ومخاطرة الفيلم فهي الاخير ما تتحسش انها موجودة باي شكل وباجبار مع لا منطقية القصة. ويد هيتبخر، ياه احنا زعلانين عليه جدا. الحق ده رجع تاني ونهاية سعيدة ويلا يا اطفال. بصوا يا جماعة، الفيلم ولا هو حلو ولا هو وحش. عايزين تتفرجوا على الفيلم تستمتعوا بالكام مشهد اللي فيه على الرسومات بتاعته، فالفيلم ممكن يتشاف. انا وجدت مشاهد كتير في الفيلم لما الفيلم بيعرف يشد نفسه، وخصوصا في مشاهد تصميم الزجاج بتاعت امبر. بس الحق يتقال يعني ده فيلم محروق واتعمل قبل كده من ديزني نفسهم. زوتوبيا كتنفيذ كان احسن وفيه قصة وعالم مبني بشكل افضل ومستقر. فيلم جميل وممتاز. انما المنتال تحس انه اتعمل كتاك ديمو وفيلم اطفال مش هيركزوا معاه قوي وهم بيتفرجوا. ولو على الرومانسية مخصوص، والي من بيكسار نفسهم موجود. وفشل الفيلم في الايرادات وكونه اسوأ افتتاحية في تاريخ بيكسار الصراحة غلطة بيكسار. مفيش حد فاهم حاجة من دعاية الفيلم اللي هو بيتكلم عن ايه غير ان في قصة رومانسية موجودة والفيلم مليان افيهات عن العالم بتاعه وعنصرية وهكذا. وعلى دعايتهم الفيلم كان باين او انه محروق مش عايزين يبينوه، والفيلم طلع بالفعل محروق. مصيبة انه خد ميزانية عالية اوي عشان الرسومات وضربت في وشه. حاجة حصلت كده في اوائل الالفية بس مع افلام تتشاف يعني. في ترتيب مع افلام بيكسار الجديدة فهو اسوأ من فيلم تيرنينج ريد، بس مش هنروح للايت يير. انا استمتعت جدا وانا بتكلم عن الفيلم دوت اكتر من مشاهدته الحقيقة، واعتقد ان ده العادي بتاع بيكسار من كام سنة اللي فاتوا، وما زلنا ماشيين في نفس الطريق. بيعملوا افلام مش معروف هدفها وفي الاخر تبقى افلام ربحية. شكرا للمتابعة، واسيبكم تكونوا يومكم. بيس.